السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا هنعمل معاكم النهارده احلى طعميه، طريقه نظيفه وطريقه حلوه وبتعملها في بيتك احلى ما بتشتريها. احنا ان شاء الله انا معايا كيلو فول، جبته ونقيته تنقيه حلوه، وبعد كده قمت عامله ايه، نقعاه في ميه دافيه عشان يستوى بسرعه معاكي، يعني عشان يبقى طري زي ما انتم شايفين كده. لازم تحطيه انا بحطه في ميه دافيه، يعني انا عملته الصبح دلوقتي الساعه 8 اهوت، وهعمله دلوقتي. بسم الله ما شاء الله، عطره وحلو. عامل ازاي زي ما انتم شايفينه، طريقته سهله وحلوه قوي، وعلى طريقه نظيفه منك، بتغسلي الحاجه وعارفه انت بتعمليها ازاي. احلى حاجه لما بتعملي الطعميه بالذات في البيت او الفول، بصراحه انا ما بجيبهمش من بره، بحب ان انا اشتريهم فول واعمله في البيت. طريقه سهله وطريقه حلوه قوي قوي، وهتعجبكم ان شاء الله، احلى ما تشتروها من بره. انا معايا ربطه مصري وربطتين كزبره، بحبش ان انا احط شبت، يعني ده الكزبره اهيت والمصري غسلتهم غسله حلوه، ومعايا بصلتين حلوين، ومعايا راس توم. كل ده انا قلبته على الخضره عشان لما اجي اعمله في المكنه ان شاء الله بتبقى سهله معايا. طريقه حلوه وطريقه جميله قوي قوي، هتعجبهم باذن الله. البصل بتقطعيه، اهم حاجه تقطعيه حتت صغيره عشان لما تيجي تحط الفول نعمله نحطه يعني كلته مع بعض. بسم الله ما شاء الله، منك بتغسلي الخضره وبتغسلي الفول وبتغسلي كل حاجه، يعني ما تعملهاش كده، يعني ايه، طريقه حلوه هتعجبكم. انا معايا دلوقتي هحطه في المكنه، انا ما عنديش الكبه زي ما قلت لكم لان كانت الجلده منها ضاعت، فالمكنه حلوه قوي قوي زي ما انتم شايفين. انا بعمل فيها، بيتعمل فيها بسكوت، بيتعمل فيها طعميه، بيتعمل فيها كفته، حلوه قوي قوي المكنه دي. شوفوا بتنزل ازاي وسهله وجميله، طريقتها حلوه ومش هتاخد منك اي وقت، ناعمه خالص. لو انت عاوزه تديها فرمتين اديها، مفيش اي مشكله. لو عاوزه تديها يعني فرمه واحده مفيش اي مشكله برضه. شوفوا بسم الله ما شاء الله. اهم حاجه زي ما كنا بنعمل الكفته، حطوا شويه خضره وشويه فول زي ما انا بعمل كده، عشان لما تيجي تنزل يعني ايه تبقى سهله بالنسبه ليكي، مع يعني لما تيجي تعملها في الكب. لما بتعملها في الكبه بتحطها كلها مع بعضها وبتتفرم فرمه على طول، لكن عشان انا بعملها في المكنه بحط شويه كده وشويه كده. شوفوا مش هتاخد مننا اي وقت، وبتنزل سهله ازاي، مش زي الرز على فكره. الكفته بتبقى شويه يعني ايه، عشان الرز بيبقى مش زي الفول. على فكره هات الفوله الصغيره، ما تجيبيش الفوله الكبيره، لان الفوله الكبيره بتبقى ايه، يعني في فوله للصلصه وفي فوله للطعميه. هشوفوا ناعمه ازاي، ومش هتحتاج اي وقت مننا. بصراحه حلوه وسهله، وعمايلها سهله في قلب المكنه يعني. بقول اللي عندها كبه تعمل في الكبه برضو بتبقى حلوه برضو، ما هياش وحشه. بس انا بقى عشان المكنه هي اللي عندي دلوقتي فهعمل فيها. نازله ازاي، اهم حاجه ما تكترش الخضره عشان ما تبقاش يعني ايه غامقه معاكي لما تيجي تعمليها في الزيت وكده. هي حلوه ازاي نازله، بسم الله ما شاء الله. البهارات بتاعتنا تبقى فلفل اسمر، بهار لحمه، شويه كزبره، شويه كمون، شويه ملح. هي دي بس البهارات اللي انا بحطها في الطعميه. حط بس معلقه اللحمه هتبقى حلوه قوي قوي معاكي. هنخلص الكميه كلها زي ما انتم شايفين، وهرجع لكم تاني ان شاء الله يكون احنا خلصناها معاكم. هحط شويه فول كمان قدامكم اهوت، وبعد كده اهوت طريقه جميله. انا كده خلصتها زي ما انتم شايفين، ما خدتش مني اي وقت، جميله وناعمه وحلوه ازاي. يا رب الفيديو يعجبكم، لان بصراحه هو فيديو يعني يستاهل. ما تنسوناش في اللايك والاشتراك، يعني ما تبخلوش علينا حتى في اللايك. ويا رب الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جميله ازاي.